في حاجة اسمها بطل وحاجة اسمها شخصية رئيسية. هل دايما البطل هو الشخصية الرئيسية؟ لا. طب هل ساعات البطل هو الشخصية الرئيسية؟ ده طبيعي وده اللي كل الناس عارفاه. بس اللي كل الناس متعرفوش ان ممكن يكون الشخصية الرئيسية دي حد غير البطل. ازاي؟ اي سيناريو او عمل ادبي لازم يكون فيه الشخصية الرئيسية او البروتاغونست او المين كاركتر. الشخصية الرئيسية دي هي الشخصية اللي بيدور حواليها الاحداث في العموم. اي عمل ادبي بيكون فيه شخصية واحدة على الاقل. طيب معناه ايه ان شخصية واحدة على الاقل؟ يعني ممكن يكون فيه عمل ادبي او فيلم او مسلسل فيه شخصيتين اساسيين بتدور حواليهم الاحداث. اه. وممكن يبقى اكتر من شخصيتين. ازاي؟ اقول لك انا ازاي بس امشي معايا للاخر. بص يا معلم، كلمة بروتاجونست دي متاخدة من كلمتين في اللغة اليونانية القديمة. أول كلمة هي البروتو، تاني كلمة هي الأجونستي. الأولى دي معناها الأول والتانية معناها الممثل. فالبروتاجونست هي الممثل الأول. قبل الكلام ده كان في العروض اليونانية القديمة المؤديين أو الممثلين اللي بيغنوا الشعر المكتوب كانوا بيغنوه في هيئة كورال أو كورس، زي كورال روح الشرق كده. لحد ما في شاعر اسمه ثيسبس، الشاعر ده غير الطريقة اللي بيأدي بيها المؤديين وخلاهم واحد منهم يطلع يقدم قدامهم واسمه الممثل الأول أو المؤدي الأول، البروتاغونست. فكان بيمثل ويحط ماسكات ويغير الكاركترات بتاعه بتغيير الماسكات. تمام؟ لحد هنا كويس. بعد كده اتضاف الممثل الثاني والممثل الثالث وسموهم الديتوراجونست والترايتاجونست. الحمد لله هنسيبنا من دول خالص ونخلينا مع البروتاجونست. البروتاجونست ده انواع، اللي هو الشخصيه الرئيسيه او زي ما بنقول عليه البطل، بس احنا نغير المفهوم ده النهارده. تمام؟ عشان كده هنتكلم على انواع الشخصيات الرئيسيه. قبل ما اقول اول نوع عايز بس اقول ان اغلب انواع الشخصيات الرئيسيه هي القرارات بتاعتها هي اللي بتسوق احداث القصه، والتحولات في الشخصيه هي اللي بتحدد تيمة الفيلم، والمعاناه بتاعه البطل هي اللي بتخلي الجمهور يتفاعل معاه. فاول نوع اللي هو البطل او الهيرو، ده البطل التقليدي. البطل التقليدي ده ليه مواصفات خاصه زي ان هو شجاع وجدع ومحترم ومولود علشان يقابل الشرير اللي في نهايه القصه، وفي الغالب بينتصر بس بيخسر حاجات تانية في المقابل. زي ما قلنا بيبقى هو اللي سايد القصة وهو اللي حواليه كل الأحداث، وقراراته هي اللي بتحدد مصير القصة أو مصير الفيلم. بس مش كل البروتاجونست أبطال أو أبطال تقليديين، في أنواع تانية كتير غير تقليدية وأولهم الأنتي هيرو، وده النوع رقم 2. هتسيبك بقى من إنه ياخد قرارات كويسة وينصر الضعيف ويلتزم بقى بمنظومة الأخلاق ويبقى عنده كل الحاجات اللي عند الهيرو. Nobody's getting hurt. That guy was already up there when I got here. النوع ده ممكن يعمل حرب عشان قتلوا الكلب بتاعه في جون ويك. ممكن يتقال عليه مريض نفسي، وممكن يقتل نص الكرة الأرضية في سبيل إنه يحقق الهدف بتاعه. هو عنده هدف نبيل وغاية لازم يوصل لها برضه، ولكن الوسيلة اللي بيستخدمها عشان يوصل للهدف بتاعه غير بطولية على الإطلاق. أكتر مخرج بيحب النوع ده هو كوينتين تارانتينو. في كيل بيل هي كانت كل غايتها إنها توصل لبنتها المخطوفة، بس في سبيل ده تخطت مرحلة الانتقام العادي. يعني خلاص هي قتلت تقريبا نص البشر اللي في الفيلم. هتلاقيه برضو نفس النوع ده من الشخصيات موجود في بقية أفلام تارانتينو. هتلاقيه موجود في جينجو أنشيند، هتلاقيه موجود في بالب فيكشن، هتلاقيه في انجلوريوس باسترز، هتلاقيه في تقريبا كل أفلام تارانتينو. النوع الثالث برضو هو نوع غير تقليدي، وهو التراجيك هيرو. بيختلف عن البطل التقليدي أو البطل العادي اللي هو الهيرو في الطريقة اللي بينتهي بيه، إنما هو بيمتلك نفس مقومات البطل. هو برضو بيلجأ لمنظومة الأخلاق، مش بيقتل أو بيعمل تصرفات غير أخلاقية في كوسيلة لأنه يوصل للهدف بتاعه، ولكن الوسيلة اللي بيلجأ لها بتحتم عليه إن نهايته تكون نهاية كارثية أو نهاية مأساوية أو تراجيدي زي ما بيقولوا، عشان كده اسمه تراجيك هيرو. Kill them both. That's my family, Kay. It's not me.
باسيف بروتاغونست، هو البطل على الورق، ولكن مش هو اللي بياخد القرارات اللي بتغير شكل القصة. ممكن ياخدها بداله الشخصية التانية أو الشخصية التالتة، زي في فيلم ذا ترمينيتور. الجزء الأول كانت شخصية سارة هي الشخصية الرئيسية اللي بتدور حواليها كل الأحداث، ولكن اللي كان بياخد القرارات اللي بتغير في شكل الفيلم واللي بتحدد مصير الأحداث هو شخصية ذا ترمينيتور وشخصية كايل ريس، على عكس بقى شخصيتها في الأجزاء اللي بعد كده اللي بتتحول من إنها بطل أو هي المحور الأحداث، أو بتتحول من إنها الباسيف هيرو البطل اللي على الورق للأنتي هيرو. بتبقى البطل اللي هو مش خلوق مش محترم، اللي هو الشخصية الرئيسية بس الغير بطولية، أو الماهيش اللي ما بتحملش مقاومات البطل بقى من إنه يحترم المنافس ويلعب لعب نضيف والحاجات كده. ممكن يقتل أي حد بس غايته نبيل وليه هدف نبيل، بس وسيلته زي ما قلنا مش كويس. ممكن بقى يكون الشخصية الرئيسية دي مش بطل أصلا، لا بطل تقليدي ولا بطل مش تقليدي، ممكن يكون الفيلن نفسه. فالفيلن بروتاغونست أو الشرير أو الشخصية الرئيسية الشريرة هو ده خامس نوع في الشخصيات الرئيسية، وده غير نوع الأنتي هيرو، لأنه ممكن ما يكونش عنده هدف نبيل ولا حاجة بيحاول يوصله. ممكن يكون كل اللي بيحاول يوصله إنه عاوز يثبت فكرة معينة أو نظرية معينة عايز يقولها. ممكن يكون عاوز يقول إن الشخص اللي انتوا شايفينه أحسن شخص ده هو شخص سيء أو شخص مؤذي. You think this is funny? Dad, it's me. Because Thomas Wayne cried about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne? Yes, I do. زي فيلم الجوكر 2019، مش الجوكر 2008، لأن الجوكر 2008 كان هو الأنتاجونست. القصة كانت بتتكلم على باتمان اللي هو بروس وين. What's your name? I'm Bruce. Bruce. في 2019 كان بيحاول يثبت إن أبوه هو الشخص الوحش وهو شخص مش زي ما الناس كلها شايفينه كده. ما كانش هو ده الغرض الرئيسي من القصة قد ما كان الغرض الرئيسي إن إحنا نتعاطف مع شخصية الجوكر اللي إحنا حبيناها من الجوكر بتاع 2008، وإننا نفهم دوافعه في إنه إيه اللي وصله لكده. إحنا كده فاهمين أوريدي إن هو أصلا شخصية سايكو أو هو مختل نفسيا، هو مش طبيعي، بس عاوزين نفهم إيه اللي وصله اللي هو وصله ده. فعملنا الجوكر 2019. ممكن تكون بتحكي عن الشخصية الشريرة دي كشخصية رئيسية في الفيلم بتاعك علشان هي بس السنتر بتاع الحدث، او هي بس مركز الحدث اللي انت بتحكيه، فجت هي في مركز الحدث. ممكن تكون عاوز تبين حياة مترفة وحياة سعيدة للشخصية الشريرة بتاعتك علشان عاوز توصل منها في الاخر ان نهاية مأساوية للشخصية دي، فتفهم ان اللي عاش بالسيف هيموت بالسيف او اي شيء. Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped here, Bruce. Technically, you do. ممكن تكون بس عايزة تبين أوحش حاجة ممكن توصل لها النفس البشرية، أو إن النفس البشرية ممكن توصل لأماكن ضلمة زي في ذا ويل بلاد. إن الغضب لو سيطر على الإنسان ممكن يوديه في أماكن مش كويسة. It was Paul who was chosen. He found me and told me about your land just a fool. I drink your milkshake. I drink it up. كل ده كنا بنتكلم على البروتاغونست لما يكون شخصية رئيسية واحدة بس في الفيلم الواحد. طب لو كان في أكتر من شخصية رئيسية في الفيلم، ده ممكن نتكلم عليه في فيديو جاي. لو حسيت إن الناس حابة الفيديو وحابة تتفرج على الحاجة دي ممكن نعمل فيديو جاي، وبس كده. السلام عليكم. Gazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust.